نرجع مره تانية. لو انت حد بتكره تقول ان انا بكرهك ولا لا؟ انا لو كرهت شخص معنى كده ان هو موجود في تفكيري. عارفين ايه الفكره؟ ايه معنى كلمه تسامح؟ او يعني ايه بسامح؟ مثلا في الفراسه بنقول ان الشخص المتسامح ليه ملمح معين بيدل على التسامح. يعني ايه بسامح؟ في حد بيحصل معاه موقف، فاول ما يجي يحصل معاه الموقف ده تبص تلاقيه ان هو ايه، يعدي لك يقول لك خلاص يا عم مفيش اي حاجه حصلت، ويبتسم في وشك والدنيا تمام ومفيش اي حاجه. اوكي؟ الشخص ده اللي بيعدي لك هو تناسى او اجبر نفسه ان هو يتخطى الموقف ده، ولكن في الحقيقه تعالى كده نرجع، هل هو فعلا نسي الموقف؟ لا. طيب تعالى كده نشوف الشخص ده لما يجي يعمل معاه موقف تاني ايه هيحصل؟ في واحد تاني ساذج فيتناسى ويعمل نفسه ان هو ايه، بيسامح، ولكن في حقيقه الامر هو مش بيسامح، لان المسامحه بتيجي الاول من هنا. ان انا سامح بتيجي من هنا. يعني ايه بتيجي من هنا؟ ممكن اكون فاكر الموقف ولكن مش زعلان مني. مثلا انا جيت مثلا اختي طلبت منيها ان هي تعمل كوبايه شاي، او طلبت منيها تعمل لي حاجه معينه، وطلبت منيها وكنت محتاجها ومش عارف ايه، قالت لي لا انا مش هقدر اعمل لك ده. لو هي قالت مش هقدر اعمل لك ده وانا زعلت منيها، معنى كده ان انا لا سامحت ولا عديت. طيب انا عديت ولكن ما سامحتش، عارف، لا خلاص مش مشكله هشوف حد تاني يعمل لي الموضوع ده، فانا خزنت الموضوع ده، فاحتفظت بفكره ايه، ان انا زعلان. لو عملت معايا موقف تاني ممكن انفجر في وشها، انت ما بتعمليش حاجه وانت مش عارف ايه وانت مش عارف كذا. فلك ان تتخيل، لك ان تتخيل ان انت بقيت عامل زي القنبله الموقوته، ممكن حد ملهوش ذنب تنفجر فيه، بجانب ان انت اصلا ايه، الشخص ده هتبقى كارهه فتوصل لمرحله الكره. ولكن علشان خاطر ما توصلش لمرحله الكره اصلا والمفترض على فكره والله العظيم والله موضوع مريح نفسيا، والله الموضوع مريح نفسيا. نقلل من العشم. يعني ايه اقلل من العشم؟ بص، لو انت حطيت، مش عارف انا هدي امثله كتير على استاذ هيام، بس انا عايز شهاب، ابو شهب لو انا جيت قلت له ابو شهب انا محتاج منك خدمه 1 2 3 وما اعملهاش، لو انا عشمان فابو شهب جامد تمام، فهزعل لو هو ما عملها ليش. ولو انا خلي بالك، النقطه الاولى العشم، النقطه الثانيه ان انت عملت له جميله وهقول لك عليها. النقطه الاولى هي فكره العشم، انا عشمان ان هو يعملها لي، فلو انا هو ما عملهاش ممكن ازعل مني، مع العلم ان انا مش هحط في الاعتبار ان ممكن يكون عنده ظروف، ممكن تكون عنده حاجات تمنعه، ممكن يكون مثلا زي ما كان في بعض الناس اللي بتكلمني بتقول لي مثلا تعالى الحزب الفلاني عايزينك تنزل معانا، الحزب الفلاني المكان الفلاني، فانا للاسف ما اقدرش اروح الاماكن دي علشان خاطر بعدي عن الاحزاب السياسيه، انا راجل بتاع معلومه واحب اغير حياتك، فلو انا انضميت لحزب سياسي معين الناس اللي معارضه للحزب السياسي الثاني مش هتسمعني، فانا مش هينفع ان انا اكون وسطيهم. فلما اجي ارفض العرض بتاعهم او ارفض ان انا اكون موجود معاهم، ففي بعض الناس بتزعل، انا كنت عشمان فيك وكنت منتظر منك ان انت تعمل لي وترفع راسي قدام الناس اللي كلمتهم ومش عارف ايه، والله انا اسف ده هيضرني. فانا لو حطيت العشم ممكن ايه، ما يهمنيش انك تتضرر ما تتضررش، انت لازم تعمل لي الموقف ده. فده اول حاجه. فعلشان خاطر كده ما تتعشمش في حد، اعمل لي الحاجه الحمد لله ربنا ييسر لك ان حد يعمل لك الحاجه دي. طب ما اعملها ليش؟ اكيد عنده ظرف خلاه ان هو ما يعملش ده. طب بس انا شايفه وشايف ان هو معهوش حاجه ومش عارف ايه، ده رؤيتك انت ليه، رؤيتك انت للشخص ده، رؤيتك انت للواقع بتاعه، ولكن في الحقيقه لا، هو ممكن يكون عنده 60 ضغط، ممكن يكون مش مضغوط في شغل او مع ناس او في وقت، ممكن يكون مضغوط نفسيا مش قادر، لو طلع معاك وعمل لك الحاجه ديت مش هيطلع لك احسن اداء، فبالتالي بلاش تحطه في لود ممكن يطلع معاك غصب عنه، بس هيطلع والله مش هتشوف احسن شغل. فبالتالي بلاش نحط عشم على الناس، اللي يعمل لي حاجه تمام ما يعمليش زي الفل، انا كده كده مش حاطط عشم عليك انك تعمل لي الحاجه دي، فعملتها معايا تمام، ما عملتهاش خلاص، عملتها معايا ده انا احبك زياده وفوق فوق 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 راسي حي كامل. طيب ما عملتها ليش، خلاص اكيد عندك ظرف، انت مفيش بيني وما بينك طار عشان خاطر ما تعمليش الجزء ده. الجزء رقم 2 انك تعمل له خدمه. بص، لو انت عملت للناس خدمات فاعملها لوجه الله، ما تعملش علشان خاطر تترد لك. بص، بتحصل كتير الفتره ديت وبسمع ناس كتير بتيجي تشتكي لي من الجزء ده، مستر هشام انا بقدر الناس وبعمل للناس ومش عارف ايه بس ما حدش بيقدرني. اذا يبقى انت مش بتقدر الناس علشان خاطر الناس محتاجين تقديرك او ده عشان خاطر ربنا، انت بتقدر الناس عشان خاطر هم يقدروك فيما بعد. لو انت بتقدر الناس
جدد عشان خاطر ربنا، عشان خاطر هو بني ادم انسان، فانت محتاج تتعامل معاه على انه انسان، ومحتاج تعامله بادب وباحترام وبذوق وكل حاجه لانه انسان، وده الطبيعي اللي انت المفروض تتعامل بيها لان دي اخلاقك ودي تربيتك. اتفقنا؟ لو انت عملت لحد حاجه ما تعملهاش علشان خاطره هو، اعملها علشان خاطر ربنا حط في ايدك. بص كده، ربنا حط في ايدك انت ان انت ممكن تساعده، عندك الامكانيه انك تساعده، فربنا بيستخدمك. فلك ان تتخيل ان ربنا سبحانه وتعالى بيستخدمك، فدي في حد ذاتها جميله. يا رب يا رب استخدمنا ولا تستبدلنا، يا رب استخدمنا ولا تستبدلنا. فلك ان تتخيل الجزء ده جميل. ولكن لو انت جيت عملت لحد خدمه وجيت بعد كده انتظرت منه مقابل، اكيد مهما ادالك المقابل ممكن ما يطلعش زي ما انت متخيل. ممكن ما يطلعش المقابل ده على فكره انا عملت له كذا وكذا وكذا وكذا. ازاي؟ مثلا مستر محمود جيت في مره راح قال لي والله مشغول يوم كذا. ازاي يا عم؟ انا مظبط معاك وقال لك ان هشتغل مش عارف ايه، ازاي مش عارف ايه؟ يا عم الراجل معاه حاجه، معاه شغل، مالك؟ لا ازاي؟ لو انا كمان عملت له مصلحه، لا ازاي؟ ده انا عملت له، ده انا زجيته ميه في عز ان محدش راضي يزجيه ميه، انا زجيته ميه. ازاي؟ زجيته ميه ايه المشكله يعني؟ تمام؟ فلو انت تعاملت مع الخدمات اللي بتقدمها للناس على ان دوت هيترد لك فيما بعد، او انت منتظر ان هو يترد لك مني هو، تزعل. ولكن لو انتظرت انها تترد من رب العباد، والله العظيم الموضوع هيفول، وهتلاقيها بدل ما تترد من هنا هتترد من هنا، تترد من هنا. ممكن يكون ربنا مش كاتب لك انك تعمل الحلقه دي او الفيديو ده النهارده، او ربنا كاتب لك انك تعمله بجوده قليله علشان خاطر تعمل حاجه اعلى فيما بعد، او تعمل حاجه زي الكورس اللي احنا شغالين عليه فطلعنا بجوده اعلى. فاذا ايه؟ اللهم لك الحمد يا رب. اتفقنا؟ فدي الحالتين اللي بتخليك تكره الناس. طيب زي ما قالت سوزا هيام، قالت جمله جميله جدا: انا لو كرهت حد اذا هو موجود في ايه؟ في دماغي. ومعنى انه موجود في دماغي معنى كده ان انا حاطط له حيز في دماغي. لك ان تتخيل ان الحيز اللي انت حطيته في الكره، لك ان تتخيل الحيز اللي انت حطيته في الكره ده، الشخص اللي قدامك او انت نفسك في حياتك مش هتكون سعيد. ليه بقى؟ اصل انا متضايق من فلان، انا متضايق من فلان، فتفكر في الدقيقه بس، فتبص تلاقي ان حياتك مختصره انك متضايق من فلان وفلان 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 وفلان، فتبص تلاقي حياتك عمرها ما فيها سعاده. ولكن تبقى سعيد من ايه؟ انا بحب كل الناس. اللهم لك الحمد، النقطه ديت موجوده عندي. يا رب يا رب ما تحرمني منها ابدا يا رب. فكره ان انا ايه؟ بحب الناس كلها، والله العظيم تاني والله ما بكره حد خالص خالص. حتى لو عمل معايا ايه ممكن ازعل منه واعاتبه لو هو ايه، يعني هو قريب من قلبي فيستحق ان انا اعاتبه لان انا حاطه في دماغي. فانا راح اقول لك مثلا يا محمود انا زعلان منك في 1 2 3 4، فهعاتبك على قد ايه؟ العشم بتاعي. ولكن لو انت مش عشمان فيك ولا انت اصلا قريب بالنسبه لي، فتلاقيني ايه؟ ولا كانك عملت معايا حاجه وحشه اصلا، مش في دماغي. هي مرحله وعدت في حياتي خلاص الموضوع انتهى. فتبص تلاقي ان حتى مش زعلان مني، والله العظيم لو طلب مني اي حاجه، لو طلب مني اي خدمه في ايدي اقدر اعملها، والله بقلب مفتوح وسعاده مفرطه اقول لك عينيا الاثنين اساعدك. السلام. ليه؟ علشان خاطر هو ده دورك انك تحب. لما تحب هتلاقي كل حاجه بتحبك حواليك. والله العظيم كنت بتكلم فيها، الحاجه الوحيده اللي انت عارف، انت لو حبيت الناس هتحبك. امي دايما تقول كده مقوله كده جميله ليها: من القلب للقلب رسول، او دي مقوله مشهوره يعني، اللي هو من القلب للقلب رسول. لو انت حبيت الناس من قلبك والله الناس هتحبك من قلبك. ولو اتكلمت ان انت عايز تساعد الناس من قلبك من جوه، انا عايز اساعد فلان وعايز اساعد فلان واساعد ده عشان خاطر يطور، واساعد ده عشان يتحسن، واساعد دوت ان هو يؤدي اداء كويس، واساعد دوت ان هو يدخل الكورس اللي محتاجه، واساعد دوت ان يتغير في كذا، الناس هتحبك لمجرد ان هم عارفين ان انت شخص ثقه وشخص بتقدم من قلبك، فالناس هتحبك. فلما تحب الناس تحبك. فلما تقدم خدمه للناس قدمها لرب العباد، عشان رب العباد اللي هيديها لك تاني ويضاعف لك الحسنه ب10 امثالها. رب العباد هيدي لك اضعافها، وهو اللي مسير الكون، فهو هييسر لك الانسب بالنسبه لك. ولما تيجي مثلا تيجي حد تتكلم معاه، ما تعشمش في حد، اوعى تعشم في حد. عشمك في الناس يزعلك فيهم لو ما فرضت لهمش حسن النيه. فلو انت هتعرف تفرض حسن النيه اعشم في الناس، مش هتقدر تفرض حسن النيه بلاش تعشم عشان ما تزعلش بعدين. نقرا التعليقات عشان خاطر اختم معاكم. انا كنت هختم بس قلت اقرا التعليقات الاول.